بنشوف من وقت للتاني مشاهد حقيقية مرعبة ولحظات صادمة ما بيكونش متخطط ليها في سيناريو المصارعة، للدرجة انك تحس ان المصارع جاي عشان ينتقم انتقام حقيقي مش مباراة على الحلبة، لدرجة ان الجمهور مش عارف يميز ده حقيقي ولا سيناريو مكتوب. هنشوف النهاردة ابرز الاحداث الصادمة اللي حصلت، بس قبل ما نبدأ نصلي على سيدنا محمد، ولو حابب تشوفنا تاني ادعمنا بلايك واشتراك القناة. معروف ان المصارع جيك روبرتوس لما بيروح الحلبة بياخد الافعى الكبرى معاه في جميع المباريات اللي بيلعبها، والمقصود من الحركة دي انه بس بيحاول يخوف او يرعب المصارع اللي بيلعب معاه بدون ما يخليها تهجم عليه. لكن في المباراة اللي كانت مع المصارع سافاج ما كانتش مباراة عادية، لدرجة انه ربط ايديه على الحلبة وخلى الافعى تعض سافاج. تخيلوا منظر الافعى وهي شغالة بتعض ايد سافاج، بجد منظر مخيف. اما المصارع براين بيلمان، المصارع ده في الحقيقة مفيش اخطر منه او مجنون بالمعنى الصحيح. في مشهد مش هيتكرر تاني كان بين ستيف اوستن وبراين بيلمان خلاف كبير، مع انهم كانوا عاملين فريق مع بعض قبل كده. المهم الشجار وصل ان ستيف اوستن راح لبيت بيلمان عشان ينتقم منه. طبعا مش هقول لكم عمل ايه لما وصل البيت ستيف اوستن، ما سابش حد قدامه الا وضربه تكسير وضرب، وده كله بس مباشر من شركة WWE. المهم بعد ما خلص ضرب على الاتنين اللي قابلهم في البيت، راح عند باب براين بيلمان وبدأ يخبط على الباب، ولما لقاش فايدة المعلم جاب حاجة يكسر بيها الباب، لدرجة ان براين بيلمان جهز سلاحه. ولما ستيف اوستن دخل من الباب كان بيلمان دايس على الزنات، لدرجة ان الجماهير كانت بتصرخ من شدة الموقف اللي بيحصل، لان حصل بين الاتنين معارك ومشاجرات شديدة، وكان اخرها الموقف ده كان من اروع المواقف اللي حصلت في WWE. السيناريو كان مكتوب فيه بدون مسدس، ولما سألوا براين بيلمان انت جبت المسدس من فين، قال لقيتها حاجة ممكن تسلي فينس ماكمان. كايل اورلي المصارع ده بيعاني من نوبة صرع. المهم كان في خلاف مع زميله في الفريق اللي هو ادم كول. المهم كايل ده كان بيلعب مباراة عادية وما فيهاش اي مشاكل، لكن فجأة ظهر ادم كول ووجه له ضربة على راسه، وبعد كده عمل له سوبلكس على الدرج الفولاذي ليفقد الوعي كايل في الحال، لانه اصلا كان بيعاني من مرض السكري. لان في الوقت ده اعتقدوا تماما ان اللي حصل له ده كان نوبة حقيقية، عشان تريبل اتش يخرج بسرعة يطمن عليه ويستدعي الطاقم الطبي. حادثة جيف هاردي النارية. في الحادثة دي جيف كان داخل الحلبة وبيعمل الحركة بتاعته، لكن فجأة يحصل خطأ كبير في الألعاب النارية من كل ناحية، لدرجة انهم خرجوه من القاعة بسرعة لشكهم انه اتصاب بإصابات خطيرة، وبعد كده اتعرف ان هو اللي خطط لكده. الموقف اللي بعد كده موقف اتأثرت بيه شخصيا. في إحدى الليالي كان إيدي جريرو بيحتفل مع والدته في الحلبة، وكانت الدنيا تمام ومفيش أي حاجة، لكن فجأة يدخل JBL الحلبة ويهاجم إيدي جريرو، لكن والدة إيدي جريرو كانت بتزعله، ولما هو راح يتكلم معاها حصلت لها نوبة قلبية فجأة، لدرجة إن بنتها والجماهير اللي في القاعة كلها كانت بتصرخ، وإيدي جريرو قعد يصرخ في الميكروفون ويطلب الطاقم الطبي بسرعة لغاية ما وصلوا بسرعة ونقلها المستشفى. في عرض رو 2014 كان روسيف مصارع مهيمن في الوقت ده. المهم كان في مشجع خرج للحلبة وكان لابس لبس عسكري. المهم لما طلع الحلبة راح روسيف برجله المرزبة ضربه في وشه وقعه على الأرض. الغريب ان روسيف كان فاكر انه كان هيتهجم عليه، والمفاجأة انه كان عامل في شركة WWE راندي اورتن وبروك ليزنر. بروك ليزنر استمر يضرب راندي اورتن مدة طويلة لغاية ما راندي جاب دم من راسه. لو ما اكتفاش بكده ده استمر يضرب لغاية ما اتدخل الامن، وما تعرفش هو عمل ليه كده وايه كمية الغل دي بصراحة انا مش عارف. اما المشهد اللي بعد كده للمعلم فينس ماكمان. المعلم ده كان مروح وهو مبسوط وباين عليه الانبساط. المهم رايح يركب عربية الليموزين بتاعته عشان يروح البيت، واول ما ركب عربيته تنفجر على طول. وده مش انفجار عادي، العربيه بتولع حرفيا من كل مكان، لدرجه انهم كانوا متاكدين ان فينس ماكمان مات، والاعلام نشر الخبر، لكن اتضح ان المعلم ما ماتش ولسه عايش. بس لحد هنا اتمنى لو عجبك الفيديو ادعمنا بلايك واشتراك القناه. اشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.